اهلا في كوره يونايتد. اسمي محمد ناجي وده عاشر موسم فانتزي ليا. الفيديو ده مخصوص عشان اقول للناس اللي عايزه تعمل وايلد كارد، عايز الحقهم اقول لهم ده مش احسن وقت تعمل فيه الوايلد كارد. وقف واشتغل على فريقك دلوقتي، اجل ان شاء الله حتى اسبوع واحد لكذا سبب. اول حاجه، الترانسفير ديدلاين في الدوري الانجليزي يوم 31، اللي هو هيبقى يوم 31 الساعه 12. يبقى اوريدي الجوله الثالثه بدات يوم السبت الظهر، فانت مش هيبقى عندك قدر كافي من المعلومات واخبار الترانسفيرز اللي هتحصل. وفي صفقات كتير لسه هتخش الدوري وصفقات هتخرج وناس رايحة اعارة وناس خارجة، وفي صفقات منها كبيرة جدا كمان ممكن تبقى كويسة لفريقك في الفانتازي. ده سبب. تاني سبب ان بعد الاسبوع الثالث ما يتلعب يوم 31 ويوم 1/9 في فترة توقف دولي، بعد كده اسبوعين. فالفرق اللي هي كويسة دلوقتي ممكن مستواها يتغير، الفرق اللي هي بدأت بداية وحشة المدربين عندهم فرصة اسبوعين يشتغلوا وتتغير مستوى الفرق دي على طول من اول الاسبوع الثالث. كمان في بقى فترة التوقف الدولي ده يبقى فيها اصابات للاعيبة الدوليين، اللعيبة اللي بترجع متأخر من امريكا الجنوبية او من الفار ايست ممكن ما يبقوش موجودين في الجولة الرابعة. فانت كل ده هتخسره. فاحسن وقت للوايلد كارد ان انت استنى بعد ما فترة توقف الدوري تخلص، تبتدي تفكر في الوايلد كارد. دي احسن حاجة. لو انت فعلت الوايلد كارد خلاص، كده كده فعلته خلاص، فانت لازم تتابع عن قرب مش بس الاخبار والمعلومات، الاشاعات حتى كمان عن الترانسفيرز والاعارات اللي هتحصل في الدوري الانجليزي، عشان يعني تعتبر ده، تاخده في الاعتبار عندك في فريقك. بس واستنوني الساعة 11 بالليل. طبعا في، لو انت فريقك ضايع خالص خالص، عندك اصابات كتير، ما عندكش دكة ناس بتلعب عليها ومحتاج فعلا الوايلد كارد عشان تنقذ نفسك، انقذ نفسك. انما لو عندك 11 لعيب يقدروا يلعبوا كويس، اشتغل بيهم. انا رأيي واجل الوايلد كارد. استنوا اللايف بتاعي النهاردة الساعة 11 بالليل الخميس، هوريكم فيه الترانسفيرز بتاعتي اللي انا مخطط ان انا هعملها، وتقدروا تسألوني ونتناقش في أي حاجة حابينها. شكرا، يا رب الفيديو يكون عجبكم.